احنا النهاردة بأمر الله هنبدأ في الجزء الأول بتاع سلسلة تحمل المسؤولية. احنا هنتكلم النهاردة عن 2 تمرين هنكتشف بيهم ايه هي مشاكلنا مع المسؤولية، او ايه هي الجوانب الإيجابية فيها والسلبية اللي فيها، أفكارنا ومعتقداتنا، مشاعرنا، ارتباط المشاعر دي بالصفات والسلوكيات اللي بنطبقها في حياتنا اليومية، مع ان احنا حسينا بإيه في مناطق الجسم بشكل عام أول ما اتكلمنا عن المشاعر. وهل في صورة ذاتية نمطية ليها علاقة بالمسؤولية وفي نفس ذات الوقت مرتبطة بشخص معين، سواء الشخص ده هو اللي ربانا عليها أو ان المسؤولية دي ارتبطت معانا بشكل ايجابي او سلبي مع الصورة اللي احنا مكونينها عن الشخص ده. ممكن يكون الشخص ده في الواقع هو شكله مش كده، طبعه مش كده، طريقة كلامه وسلوكياته وصفاته مش كده، ولكن اللي احنا استوعبناه منه اللي ليه علاقة ب كل ما يخص المسؤولية كطريقة التربية والتدريبات والطريقة اللي هم علمونا بيها. المفروض ان احنا نكون اتعلمنا ولو بشكل بسيط وبشكل تدريجي ان احنا ازاي ان احنا نشيلها، ولكن ده في اغلبية الوقت ما حصلش. عشان كده احنا بنحاول من خلال السلسلة دي بشكل مبسط ان احنا نطبق الموضوع ده بما يتناسب مع مراحل مختلفة. عشان كده السلسلة دي هنا بتتناقش بشكل بسيط وسهل، عشان كده بشكل مجاني، والشكل اللي فيه عمق أكتر اللي بيكون خاص بالأب والأم وجراح الطفولة والصورة الذاتية الخاصة بينا والبيئة المحيطة وتأثير مفهوم المسؤولية الخاصة اللي بتأثر على السلوك الناتج عن معتقدات ومشاعر معينة. ده بيكون عن طريق الجلسات، أو بيكون إن شاء الله عن طريق الكورس اللي أنا بحاول أصممه دلوقتي عشان يكون متوفر على الموقع، لأني هنكون محتاجين حد مختص يتابع معانا بشكل جلسات أسبوعية عن أي حاجة ممكن تكون ظهرت على السطح محتاجة تدخل مباشر، أو إن احنا نقدر نشتغل على المسؤولية بشكل عميق جدا لو اكتشفنا إن احنا عندنا فيها مشكلة كبيرة محتاجة إن هي يعني تتعالج من العمق من الجذر. ولكن لو احنا من خلال الوقت او من خلال الفلوس ما عندناش المقدرة الحالية، فنقدر ان احنا نستفيد من خلال السلسلة دي بشكل عملي ومبسط ان احنا ازاي هنشتغل على ايه الجوانب الخاصة بالمسؤولية، او نشتغل عليها هي ككل لو عندنا مشكلة عامة في المسؤولية. تمام، فاحنا النهاردة هنشتغل على 2 تمرين. هي تمرين من خلال التأمل والخيال للناس اللي بتقدر ان هي تتخيل، وللناس اللي ما بتقدرش تتخيل هيكون في تمرين كتابي عشان هما بيكونوا أشخاص يعني مفكرين أكتر، فالنمط التحليلي عندهم أعلى، فبيقدروا إن هما يستفيدوا أكتر من خلال الكتاب. فأول حاجة هنتكلم عن التمرين. احنا هنقعد في مكان هادي قدر المستطاع، محدش فيه يقاطعنا او يشتت انتباهنا، نكون لابسين طبعا حاجة مريحة، يعني مش الجينز او مش لبس الشغل واحنا جايين من بره، ولا في مكان عام مثلا حتى لو في المكتب الخاص بتاعنا، لان اكيد هيجي في اي وقت حد هيخبط هيشتت الانتباه تماما. احنا عايزين نكون قاعدين في مكان هادي في لبس مريح، قاعدين في وضعية مريحة مساعدانا عن ان الجسم يكون مستقيم عشان اقدر ان انا اوصل لمرحله الاسترخاء والهدوء والثبات بشكل نسبي، اللي انا بحاول ادخل فيها العقل عشان اقدر اخد منه المعلومات اللي انا عايزها من خلال التنفس بشكل عميق، ممكن من 5 ل7 عدات. لو حسيت ان انا هديت اقل من كده مفيش مشكله، لو حسيت ان انا محتاج اكتر من كده مفيش مشكله. المهم ان انا اوصل لمرحله الهدوء، ان انا احس كده وانا قاعد مغمض عيني وفند ظهري، وابتديت ان انا اخد الشهيق والزفير بعمق، اللي انا لمده ولو 5 دقايق بس في البدايه كثانيه، اللي انا قاعد سكوت تام، مفيش اي مشكله في القعده، مفيش اي افكار قاعده عماله تطاردني، مفيش حاجات قاعده عماله تشتتني، مش قاعده راجع اليوم النهارده حصل فيه ايه. عايزين ثبات تام خالص عشان نقدر ان احنا نلقط الصوره الصحيحه اللي موجوده في عقلنا اللي ليها علاقه بالمسؤوليه، عشان نقدر قدام من خلال تمارين تانية ان احنا نفسر ده ونصححه، ده لو كان الصوره اصلا غلط. اوكي، لو ما كانش غلط فاحنا استفدنا ان احنا ماشيين تمام. ده مبدئيا. اوكي، هنا هيبقى الشهيق بشكل عميق جدا، بنملى بيه منطقة الصدر والبطن بالكامل، والزفير من الفم
لحد ما نحس ان احنا نفسنا اتقطع. نفرغ على قد ما نقدر الهواء اللي دخل، لان ده بيساعد على عمليه تبريد للجسم وسكون العقل، اللي هو يبطل يوش طول الوقت اللي بيبقى موجود على مدار اليوم. اوكي. لما بنوصل لمرحله السكون التاني احنا اتكلمنا عليها ولو بنسبه 70%، احنا راضيين ما عندناش اي مشكله. بنبتدي نردد كلمه المسؤوليه، يعني كده بنتكلم من جوه كده مع عقلنا، ونشوف ايه اللي هيظهر لنا. تمام. لمدة دقيقة نقعد كده، طبعا مش ماسكين تايمر بس نقعد يعني واخد وقتنا. فالأول طبيعي العقل بيعمل بلوك وبيعترض وما بيطلعش أي حاجة، ممكن يكون بيشوف سمكة بتعوم في المية والسحاب والطيور وكل الحاجات الحلوة هتظهر قدامنا إن اللي ليها علاقة بالموضوع. ده أمر متوقع جدا، مفيش أي مشكلة، نعمل نفسنا من بنها ونكمل عادي. أوكي. بعد كده نبتدي نشوف ايه الحاجات اللي ليها علاقة بالمسؤولية. ابتدي أسأل نفسي ايه هي الصور اللي ليها علاقة بالمسؤولية. بعد كل سؤال استنى من دقيقتين لتلاتة، يعني المفروض ان احنا ما وراناش حاجة، طبعا خد مننا ربع ساعة، احنا اتس اوكي، مش اي مشاكل يعني. تمام. ممكن تبتدي تظهر صور ليها علاقة بحد معين، ممكن تبتدي تظهر مواقف فيها نوع من انواع اللوم والعتاب، اللي انا مثلا ما كنتش قوي في الموقف ده، او انا كنت المفروض اكون اكتر عدوانيه هنا عشان ادافع عن حقي، او انا هنا غلطان ان انا اتنازلت عنه، انا هنا غلطان ان انا كنت لطيف زياده عن اللزوم، او انا هنا كنت غلطان ان انا عليت قوي في الموقف. المواقف اللي هتظهر بشكل نسبي هيبان للشخص اللي مالهاش علاقه بالمسؤوليه، لان هي هتكون مواقف حياتيه. ولكن لما هنشتغل على جذر الموضوع في الفيديوهات الجايه، ده اللي هيبين اللي هو آه، قد ايه هي مرتبطه ببعض، ان هي اصلا بتيجي من آه، مشاكل في الطفوله، او جروح ليها علاقه بالتربيه، او صور ذاتيه وذهنيه خطا، فبتؤدي بينا لليفل مش حلو خالص، فبتاثر على السلوكيات وطريقه التفكير لما بنكبر. فاحنا عشان نصلح كل ده محتاجين ان احنا نرجع للجذر من الاول، فده اللي هيوصلنا للنقطه دي من خلال الحاجات اللي احنا شايفين بشكل سطحي مالهاش علاقه بالموضوع، هي اصلا صلب الموضوع، فاحنا عايزين نقفش القصه دي. فلو جاتها في البدايه تمام. واحنا بنعمل العمليه دي نبتدي نحس ايه هي المشاعر اللي بتظهر واحنا بنعمل كده. هل هي غصه في القلب، مغص في المعده، شعور توتر، سمنتي شدت، رقبتي وجعتني، كتافي حسيت ان في حاجه بتشك ورا ظهري من تحت. كل دي ليها تفسيرات، بس احنا هنوضح ده في الفيديو اللي بعده، عشان احنا مش عايزين نغشش العقل عشان ما يضحكش علينا ويغشنا. لو قلنا له معلومات سابقه هياخدها في التمرين، احنا مش عايزين ده اللي يحصل. انت يعني اضحك عليه قبل ما يضحك عليك. ممكن بعد كده نبتدي نفكر، او الصور المعقده دي ظهرت، فاحنا عايزين نهدي العقل قبل ما نخلص التمرين، او اللي احنا بدأنا بالجزء المعقد ما جاش، فنبتدي نشوف ايه هي المسؤولية. لو هي انا حاجة عندي فيها بلوك، مش عارف ايه هي، وحاسس ان هي مش مرتبط عندي بأي حاجة، فهي في جانب كده مدفون في حتة عميقة جدا، عايزين نحاول احنا نوصل له بقدر الامكان. فاللي هنحاول نعمله ان احنا هنعمل هوية للمسؤولية. انا عايزة ارسم لها شكل دلوقتي. هل الشكل مرتبط بإنسان؟ هل هي ظهرت لي على صورة إنسان، حد أنا أعرفه مثلا متوفي من فترة أو موجود معايا حاليا من البيئة القريبة ولا من البيئة البعيدة؟ هل هي ظهرت لي كحاجة مخلوق وحشي شرير غريب جاي من كائنات فضائية احنا ما نعرفهاش؟ هل هي ظهرت على حاجة مثلا بشكل هندسي؟ هل هي مرتبطة بمكان؟ أنا لما فكرت في الموضوع ده ظهر لي مكان معين، مثلا المكتب بتاعي في الشغل، او ظهر لي ناس قدامي انا حاسه ان انا قدامهم هم دول اللي انا مسؤول عنهم، فحاسس ان انا مقصر، وهو طول الوقت بيلوموني ان انا مقصر عشان انا مش بديهم الاحتياجات اللي هم عايزينها بالشكل اللي هم عايزينه، انا بديهم بالشكل اللي انا عايزه، او انا شايفه ان هو ده المناسب بالنسبه لي، بس جاي عليهم او مش جاي عليهم، ده اللي احنا هنكتشفه من خلال السلسله. كل سؤال بيطلع حاجات منه العمق، احنا عايزين الحاجات دي تطلع. ولو احنا ذاكرتنا تمام اتس اوكي، لو ذاكرتنا مش تمام نخلص ونكتب على طول، او نسجل على التليفون او فويس اي حاجه، عشان بس نفتكر في الفيديو اللي بعده معاني كل حاجه من دي. هل ظهرت الوانات معينه، اشكال هندسيه، اشخاص، اماكن، شكل كده مش مفهوم ايه هو؟ هل هي كانت عبارة عن سحاب، حاجة صلبة، حاجة سائلة، جزية، يعني ايه اللي طالع قدامنا عايزين نقفشه ونخزنه. تمام.
ونبتدي تدريجيا ان احنا نرجع تاني نتنفس بشكل عميق، ونبتدي نجهز جسمنا اللي احنا نسترد تاني وعينا للجسم الحالي اللي قاعد وللمكان اللي احنا موجودين فيه. لان احنا لما بنسرح في الحاجات دي كأنك كده مجازا خرجت من جسمك ومن المكان، فصلت عن الوعي للمكان اللي انت موجود فيه لمدة ثواني. فعايزين نرجع ليه تاني، وبعد كده نبتدي ان احنا نفتح عينينا ونقعد بس ثواني، نكون مثلا رجلينا نملت من القعدة أو حاجة، وبعد كده نبتدي نقوم بقى نشوف حياتنا عادي خالص، نعمل نفسنا مش واخدين بالنا. ولكن ممكن لمدة يومين 3 تفضل في صور بتيجي في العقل، مواقف بتحصل بنبتدي نترجمها بشكل مختلف، أو بنفتكر مواقف قديمة بنبتدي نترجمها بشكل مختلف، وده اللي احنا عايزين نوصل له. تمام. برضه هنكتب ده يعني في ورقة، لو في عندكم أي كراسة ملهاش لازمة أو سكتش في جزء كده فاضي، ممكن نستخدم ده كتطبيقات في السلسلة اللي احنا بنحاول نستفيد منها حاليا. بالنسبة للناس اللي متعرفش تتخيل، نخش بقى على التمرين الكتابي. هنجيب ورقة بيضة وقلم رصاص، لو مش متاح ارمي كل اللي انا قلته ده على جنب، وهات اي ورقة وقلم موجودين قدامك، حتى لو قلم في الماستر احنا راضيين، ما عندناش اي مشكلة خالص. الناس اللي عندها تابلت وامكانياتها تمام، يعني اللي مناسب، عايزين جملتين، عايزين نطلع من الليلة دي بجملتين. ماشي. هنكتب المسؤولية في دايرة، هتشد منها 5 أسهم، كل سهم هنكتب تحت منه سؤال. تمام. وبعد كده السؤال ده الإجابات اللي هتطلع هنكتبها تحت منه. لو في أسئلة زيادة طلعت مفيش مشكلة، هي أسئلة فرعية أو جانبية، أشوفها كانت تحت أي سؤال طلع منها، لأن أكيد كل سؤال بيجيب بقى سلسلة الأفكار، عارف أنت التفكير المفرط اللي بيجيلك بعد 19 بالليل ده، الأسئلة الكونية اللي مش إجابات أصلا، بحيث إن أنت عالم فيزياء في نفسك، هي هتبقى نفس السلسلة كده. فلو طلعت اي اسئله اضافيه بنشد سهم ونكتب ايه السؤال اللي خطر على بالنا وايه الاجابه اللي طلعنا منها من خلال السؤال ده. ما جاش احنا نقفل الخمسه ومية مية ونقفل الورقه ونقوم نتغدى عادي، ما تشغلش بالك باي حاجه، مش عايزين جهد كده كده لسه هنعيط قدام. بالنسبه للمشاعر اللي ممكن تظهر في التمرين سواء التخيلي او الكتابي، عادي يا جماعه نفرغها ونغسل وشنا ونتوضى ونهدى، ولو بالليل نصلي ركعتين لله على وعسى ربنا يوفقنا في حياتنا اللي مش عارفين نظبطها دي. حاسه بيكوا والله، هي علينا كلنا يا جماعه. تمام. فاول سؤال هنكتبه، ايه هي الافكار والمعتقدات المرتبطه بالمسؤوليه؟ فكرنا عنها ايه؟ هنكتب 3 5 نقط، يعني اللي يجي منك احنا راضيين بيه. تمام. النقطه الثانيه، ايه هي المشاعر اللي مرتبطه بالمسؤوليه بناء عن الافكار والمعتقدات اللي طلعت من شويه، لان هي هتحس في حاجات طلعت على السطح كده قفشت. هنكتبها ايه هي المشاعر. وبعدين المشاعر دي السؤال الثالث، انهي مكان في الجسم. تمام. يعني ايه الاماكن ايه معينه موجوده في الجسم حسيت بيها بالمشاعر دي، واكتب عليه منطقه الصدر، البطن، الظهر من تحت، الركب، السمانه، الكتاف، يعني الصداع مفاجئ، نكتب. تمام. بعدين نكتب لو انا حبيت هستحضر روح الفنان اللي جوايا، حتى لو الفنان الطفولي اللي هو اللي كان بيطلع الالوانات من المكان، هو بيلون ما عدا العروسه اللي مطلوب منه انه يلونها، فاكرين انتوا الاجزاء دي؟ احنا عايزين نستحضر هذا الطفل او الفنان اللي جوانا. لو صادف الحظ اللي معانا ناس رسامين هنا منورين كده كده، احلى تحيه. ان احنا كفنانين دلوقتي عندنا لوحه مساحه كده فاضيه، و الدكتور اللي بيدربنا على الرسم، والله ما فاكره الموضوع عدى عليه كتير قوي، طلب مننا ان احنا نرسم لوحه فنيه عن الاستقلاليه، نعبر عنها الوان بشكل بوهيمي، تقولوا عليه بوهيمي، يعني مش هنرسم حاجه معينه، هنعبر بالالوانات. فانا شايف ان فيها مثلا قدر من الحريه والاستمتاع، وان انا بقدم دور مهم في الحياه ليا وللاخرين، فايه هي الالوانات اللي انا هعبر بيها. ولو انا شايف ان هي قيود وسلاسل وحديد ومكان ضلمه وخنقه وصدعت اصلا اول ما فكرت في الموضوع، ايه هي الالوانات اللي ممكن تعبر عنها. او والله عادي مش فارق، ايه برضو الالوانات اللي ممكن تعبر عن الشعور. لو طلعت صفحه بيضاء تمام قول لنا، بس يا ريت يعني نحصر على نفسنا شويه جهد، شويه جهد معلش، بس عشان نتقدم الى الافضل. تمام. بنكتب ايه هي الالوانات بحيث ان احنا حبينا نعبر بيها. مثال على احنا قلنا الاسئله الفرعيه اللي ممكن تطلع في النص نكتبها ونكتب اجاباتها. لو انا حسيت مثلا وانا بكتب كده ان في شكل معين جه في بالي، انا حاسس ان ده بيعبر عن المسؤوليه، نكتبه. او صوره لحيوان معين،
نكتبه. ايه هو الحيوان اللي حسيته بيعبر عن المسؤولية؟ الأسد. الغراب. كل واحد ودماغه، احنا مش جايين نحكم على حد يعني، احنا جايين نطلع الكلاكيع اللي جوه عشان نرميها ونحط مكانها لولي بقى عشان أحلى ومكانه قليل. تمام. احنا قلنا كده 4. ادي آخرة اللي بيسجل من غير ما يكتب. احنا اتكلمنا عن الأفكار والمعتقدات، المشاعر، مكانها فين في الجسم، الألوانات. الحمد لله، اللهم صل وسلم وبارك سيدنا محمد. الصورة الذاتية الذهنية اللي احنا مكونينها عن نفسنا اتجاه هذه المسؤولية. ايه هي صورتنا عن نفسنا اتجاه هذه المسؤولية؟ دماغنا شايفانا احنا ازاي عن تحملنا للمسؤولية بشكل ايجابي بشكل سلبي بشكل محايد. اكتب، مش عايزين لمضة في القعدة. تمام. وهل السؤال بقى فرعي من السؤال رقم 5، واكتب ورايا لاني وربنا ما هفتكر اللي انا قلته ده كمان دقيقتين. ان الصورة اللي احنا واخدينها عن نفسنا دي اتجاه المسؤولية مرتبطة بحد معين، بابا ماما خال وعم وجد المجتمع الناس مدرس العربي مدرسة الرسم ايا كان مين عمل لنا صدمة كده خفيفة ليها علاقة بالمسؤولية، ولا والله كان في راجل على السكة وعلى الدغري، أو كانت في ست مية مية وزي الفل اتعلمنا منها المسؤولية بشكل مباشر وتم تدريبنا وتربيتنا وتعليمنا بشكل صحيح. فعندي صورة إيجابية عن نفسي وعن هذا الشخص اللي استمديت منه هذه الصورة، أو هو غصبني وزرع جوايا هذه الصورة وأنا رافض تماما. متعلقة مين هو وهويته في حياتنا ايه. لو هو حد يعني مش من الأسرة، مين الباشمهندس كان بيعمل ايه في حياتنا، ايه هو كان دوره لو أثر علينا بالسلب أو بالإيجاب. بس خلاص خلصت الموضوع بسيط خدش 3 دقايق بس أنا عشان اللي جاية لازم يزود عن ال3 دقايق. كل ده هنعمل له بقى تحليل وتفسير إن شاء الله في الفيديو أو اللايف اللي جاي، لأن أنا مش ثابتة على حاجة، مش عارفة أسجل فين بصراحة. آه هتبقى التفسيرات عشان نفهم كل حاجة معناها ايه، وهنخش في حاجة جديدة. فده هيكون في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. اشوفكم على خير، ما تكسلوش وطبقوا وخدوا وقتكم، لان ممكن تعملوا التمرين ده وبعد ما تقوموا تلاقوا في شوية حاجات تانية جت. لو هي مهمة اكتبوها. ممكن اليوم اللي بعده اللي بعده واللي بعده، ممكن تقعدوا 3 ايام لحد اخر الاسبوع. هتلاقوا الموضوع فتح معاكم في نقاط كتير مهمة قوي ان انتوا كنتوا تستكشفوها وتعرفوها، وهتلاقوا ده غير طريقة تفكيركم للقصة كلها، وده المطلوب إثباته. شكرا ليكم وأشوفكم على خير إن شاء الله في الفيديو اللي جاي. مع السلامة.